ازاي نقدر نحجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري 2025 في ابو ظبي، وكمان اسعار التذاكر ومواعيد المباريات؟ هو ده اللي هنتعرف عليه من خلال الفيديو بتاعنا النهارده، ولكن بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناه موقع مغترب اونلاين، واللي هنتعرف عليه واللي هنتعرف من خلاله على ازاي نقدر نحجز تذاكر مباريات نصف نهائي ومباراه نهائيه لكاس السوبر المصري 2025، والذي سيقام في الامارات وبالتحديد في ابو ظبي خلال الفتره من 6 الى 9 نوفمبر 2025. مباراه النصف النهائي ان شاء الله هتتلعب يوم 6 نوفمبر على استاد النهيان. المباراه الاولى هتكون ما بين الاهلي وسيراميكا، مباراة تانية الزمالك وبيراميدز. اسعار التذاكر بتبتدي من 52 ونص درهم اماراتي. رابط الحجز لكل مباراة في وصف الفيديو في اول تعليق ان شاء الله، بما فيهم المباراة النهائية اللي هتتلعب على استاد محمد بن زايد ان شاء الله يوم الاحد 9 نوفمبر باذن الله. في البدايه بندخل على رابط الحجز اللي هسيبكم في وصف الفيديو، هتلاقوا الثلاث مباريات قدامكم قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. التذاكر متاحه اونلاين فقط من خلال منصه بلاتينيوم ليست. بعد ما ندخل على اللينك اللي سيبكم في وصف الفيديو بنبدا نختار المباراه اللي احنا هنحجزها، وليكن المباراه النهائيه. طبعا المباراه النهائيه يعني وقت تصوير الفيديو التذكره 52 ونص للاسف نفذت، فالتذاكر هنلاقيها اعلى شويه. بنختار المباراه، وبعد ما نختار بنضغط على المباراه، بنبدا نقرا المعلومات المباراه. بعد ما نقرا المعلومات المباراه بنضغط على زر اختيار التذاكر. قلنا تذكره 52 ونص للاسف نفذت، وهنشوف دلوقتي. طبعا ما فيش تذكره 52 ونص. التذاكر حاليا بتبتدي من 94 ونص درهم اماراتي، بعد كده 78 ونص، بعد كده 630، والفي اي بي كبار الزوار ب 1365 درهم اماراتي. طبعا كل ما يقترب وقت المباراه النهائيه كل ما التذاكر المخفضه السعر هتبدا تنفذ. فيا ريت يعني نسارع بحجز التذاكر عشان نقدر نحجز التذاكر اللي هي باسعار مخفضه. وبعد كده بنبدا نختار فئه التذكره، وليكن هناخد تذكره ب 94 ونص، وبنضغط على زر اختيار هنا، وبننتظر لحد ما الصفحه بتاعت الخريطه بتاع ملعب محمد بن زايد بتحمل معانا. بنبدا نحدد برضه ال 78 ونص من هنا، وبنبدا نختار السكشن، وليكن هنختار الاي. طيب هنا هنختار، معلش نحدد تاني كده عشان يظهر ده. هناخد سيكشن 14. طبعا اللي بدون البني ده خلاص هو تم حجزه. الالوان الزرقاء دي هي اللي لسه لم يتم حجزها. انا هحجز تذكرتين، هاخد المقعدين دول، احدد المقعدين دول. بضغط على المقعد عشان احدده. اوكي، خلاص انا حددت المقعدين. بيظهر لي هنا التوتال المبلغ تحت، وبعد كده بضغط على زر التالي. بعد ما اضغط على زر التالي بيحولني لصفحه الدفع مباشره. طبعا لو انا مش مسجل في الموقع، طبعا الموقع بيحتاج تسجيل دخول. لو انت مش مسجل او اول مره بتزور الموقع بيطلب منك تسجيل الدخول. التسجيل في الموقع باسهل ما يمكن. تقدر تسجل بالبريد الالكتروني بتاعك او بحسابك على جوجل مباشره، واختار الكريدت كارد الفيزا، وبنبدا نضيف البيانات بتاعه الفيزا بتاعتنا والصرافه بتاعتنا. بنضيف رقم البطاقه وشهر الانتهاء وسنه الانتهاء، رمز التحقق، رمز الامان، الثلاث ارقام اللي بيكونوا على ظهر البطاقه بتاعتنا او الصرافه بتاعتنا. وبننزل تحت كده بنختار لو عايز تحفظ تفاصيل بطاقتك، اوكي خلاص بندوس صح. مش عايز تحفظ تفاصيل بطاقتك لان انت مش هتدخل على الموقع بعد كده، خلاص ما بتضغطش عليها، ما بنحددهاش. وبعد كده ضمان استرجاع. طبعا انا انصح بضمان استرجاع المبلغ وتسجيل من خلال تطبيق الواتساب. وبعد كده بضغط على زر ادفع. بعد ما بضغط على زر ادفع وبعد ما بيتاكد الدفع توصل لي التذكره مباشره على البريد الالكتروني بتاعي. تقدر تحتفظ بيها على الموبايل او تطبعها كما تشاء. زي ما قلت لكم في البدايه، رابط الحجز لكل مباراه في وصف، بما فيهم المباراه النهائيه في وصف الفيديو في اول تعليق. ولو في عندك استفسار او سؤال يا ريت تسيبه لنا في التعليقات واحنا نرد عليه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.